كسرت رقبته وطلعته راجل صح. اسمع يا عم سيد، انا مش جاي اطلب منك حاجه، انا جاي اسلم على ماما وماشي. تمشي تروح فين؟ انت ليك بيت تاني غير هنا؟ ولا ناوي تسيع في الشوارع عشان ندور نلف عليك في الاقسام؟ ما تشيلش همي، انا لقيت شغل تاني، ولعلمك انا ماشي بمزاجي، محدش طردني. لقيت شغل تاني؟ على طول كده؟ انت بتشتغلني؟ من كتر الشغل ما مقطع بعضه في البلد. يوه. معلش يا ابراهيم، عمك خايف عليك يا حبيبي، ما تزعلش منه. انا مش زعلان منه يا ماما، ما انا عارف ان الراجل ده هو اللي رباني وصرف عليا لحد ما خلصت جامعه، وجمايله دي يا ستي فوق راسي، وانا قريب قوي هرد له كل اللي عمله معايا. حد يقول كده يا ابراهيم؟ مش ده عمك اللي مربيك، يعني في مقام ابوك؟ لا يا ماما، انا مفيش حد في مقام ابويا، انا طول عمري عايش في البيت ده وحاسس ان انا ضيف. انا مش عايزك تقلقي عليا، انا خلاص كبرت وعارف انا بعمل ايه. طب يا حبيبي روح راضيه بكلمتين، يا واد ده حارق نفسه عشانك، واحد غيره يقول وانا مالي. يلا حبيبي ربنا يكرمك. حاضر. صلي على النبي يا عم سيد. عليه افضل الصلاه والسلام. والنعمه الشريفه ما تقلق عليا، انا كويس قوي وعارف انا بعمل ايه. انا ما صدقت يا ابراهيم انهم قالوا لي انك ماشي كويس في الشغل. قمت تتخانق وتسيب الشغل يا ابراهيم؟ هو انا هسيب الشغل ده الا لو قدامي شغل تاني احسن منه مليون مره؟ انا مش عاوزك تقلق، انا مرتب اموري كويس. والشغل التاني ده بقى فين ان شاء الله؟ مع ناجي بيه عطله، راجل 10 على 10، كان القائد بتاعي، بس هو دلوقتي طلع على المعاش وشغال في البيزنس، والراجل عاوزني معاه، ده جالي لحد شرم بنفسه. وايه بقى البيزنس اللي بيشتغل فيه ناجي بيه عطله ده؟ هو احنا لسه ما اتكلمناش، بس متهيألي كده استيراد وتصدير. واتفقتوا على المرتب؟ هو احنا لسه ما اتكلمناش، بس متهيألي كده مرتب كويس وفي عمولة كمان. وهتبتدوا امتى الشغل ده يا ابراهيم؟ هو احنا لسه ما اتكلمناش، بس متهيألي كده قريب. يعني ايه لسه ما اتكلمناش ومتهيألي يا ابراهيم؟ حد يسيب شغلانه مضمونه في ايده ويجري ورا حاجه في علم الغيب؟ ما احنا لسه ما اتكلمناش. الله. خلاص بقى يا عم سيد، ده ناجي بيه عطله ده راجل مضمون اكتر من الجنيه الدهب، متقلقش انت. محدش سأل عليا. ايوه يا فندم، جمال بيسأل على حضرتك ومستني حضرتك في الكوفي شوب. شكرا. بذمتك مش حاجه تضحك يا جمال باشا؟ يعني انت تطلعوك من الشغل ويحققوا معاك عشان ما رضيتش تسلم على الاسرائيليين وتحط ايدك في ايديهم، وانا يطلعوني من الشغل عشان قربت من الاسرائيليين وصاحبتهم. طب هم عايزين ايه؟ بس انا بيني وبينك مش زعلان ان انا خرجت من الخدمه، بالعكس انا حاسس ان انا عملت اللي انا مقتنع بيه، وبنام نوم عميق جدا، بحس كده ان انا محترم نفسي. طب وناوي تعمل ايه؟ هتشتغل فين؟ في قناه فضائيه خاصه كلموني عشان اقدم لهم برنامج تلفزيوني، وانا بفكر. تفكر ليه؟ انا اسمع انهم بيدفعوا كويس. ايوه انا عارف، بس عشان مختلفين على السقف بس. سقف؟ هو الاستوديو من غير سقف؟ طب وهتعملوا ايه لو المطره نزلت؟ مطرة ايه بس ناجي بيه؟ احنا مختلفين على سقف الحريه. سقف الحريه. السلام عليكم. اهلا سراج باشا الكاتب الكبير. ازيك يا ناجي باشا؟ ازيك؟ ازيك سراج؟ ازيك يا استاذ جمال؟ والله ليك وحشه يا ناجي باشا. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ انا جاي اقابل جمال بيه. يبقى انت بقى اللي هتعدله البرنامج بتاعه. والصحفيين دلوقتي سابوا الجرايد وجريوا على التلفزيون، فلوسه حلوه. والله انا ما سبت الجرايد يا سيدي، الجرايد هي اللي سابتني. ايه ده؟ انت سبت الجورنال؟ نقابة الصحفيين اكتشفت فجأة إني بروح إسرائيل بقالي 20 سنة، مع إني بنشر كل التحقيقات اللي بعملها في الجورنال باسمي وصورتي ومن تل أبيب. واحد طلع في قناة فضائية قعد يشتمني ويهاجمني، راحوا محوليني للتحقيق وبقت قضية. يعني احنا الثلاثه مرفوضين وكل واحد لسبب غير التاني.
الباشا عشان وطني وبيشتموا، وانا عشان قربت منهم وصاحبتهم، وانت عشان قعدت معاهم وكتبت عنهم. الله، الزار اسرائيل دي باين عليها نحس ولا ايه؟ والله صحيح. ما قلتليش انا اجيب ايه؟ حضرتك لما كلمتني في التليفون قلت لي انك عايزني في حاجه مهمه قوي. خير، اؤمر. لا بس كنت عايز اسالك، انت تعرف المستشار الطبي بتاعنا في المانيا؟ لا معرفوش، بس اعرف المستشار الاعلامي ده دفعتي وصاحبي جدا. طب كويس قوي، يبقى هو ممكن يكلمهن. بخصوص ايه؟ وده احنا يا عم كلمنا لك المستشار الطبي، وهو حجز لك عند الدكتور الالماني، وان شاء الله بعد شهر العمليه هتكون معموله. ناجي باشا، سيادتك بتتكلم بجد؟ وانا من امتى كنت بهزر يا ده انت؟ ربنا يخليك ليا، انا مش عارف اقول لك ايه. انت مالك كده؟ ده حاجات بيني وبين ابوك. لكن مصاريف العملية كتير قوي يا ناجي بيه، مين اللي هيدفعها؟ احنا دفعنا عربون 10% عشان جديه الحجز، وان شاء الله لما الشهر يعدي ويجي ميعاد العمليه يحلها الف حلال. لا 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 يا ناجي بيه، ده كتير قوي، وهنرد لك منين ده كله؟ ومين قال لك ان انا هدفع حاجه من جيبي؟ الله، امال مين اللي هيدفع؟ ابنك هو اللي هيدفع، ربنا يخليه لك، ابنك وهو اولى. انا اللي هدفع باشا، انا على الحديده. انت مش بتشتغل معايا يا واد انت؟ ولا احنا ما اتفقناش على كده؟ يا باشا اتفقنا، بس شغلانه ايه اللي هجيب نص مليون جنيه في شهر؟ في شغلانات كتير بيجيب اكتر من كده، المهم الواحد يركز في الشغل. ولا ايه يا ابو الكباتن؟ ما تفهم بقى يا حسام يا ابني، ناجي بيه متعاطف معانا وعايز يساعدنا، لكن عشان راجل محترم مش عايز يحسسنا بكده. لا يا ابو الكباتن، حسام له شغل معايا. حسام هو الجدع وراجل ويعتمد عليه. طب هو ما قالكش هو عاوزني في ايه؟ لا هو ما قالش اي حاجه خالص يا باشمهندس، بس الظاهر عليه رتبه كبيره قوي، ده ماشي وراه حراسه. يا نهار اسود. لا يكون اخويا كريم مسكوك بمظاهره وبعتين لي حد من امن الدوله. لا لا، دول مش امن دوله. وانت ايش عرفك؟ ايش عرفك؟ اصل هم ما بيروحوش لحد، امن الدوله لما بتعوز حد بيبعتوا بيجيبوه لحد عندهم. معقول برضه. ربنا يستر. انا من الصبح على عيني الشمال بترف. المهندس زاهر عبد الحميد الفر. ايوه. وصل يا باشا. ازيك يا زاهر؟ مش ممكن. ناجي باشا، والله العظيم ليك وحشه. الشركه نورت، الشركه كلها نورت. رد على الباشا كويس، الباشا بيقول لك ازيك تقول له الله يسلم سعادتك، الباشا ما بيحبش اللوكلو، الجواب على قد السؤال. ماشي؟ ماشي ماشي؟ ماشي. الواد ده هيتعبنا. اتعامل يا باشا. تتعامل ايه؟ انت بتتلكك. ازيك يا زاهر؟ الحمد لله يا سعاده الباشا، الحمد لله. انا والله قضيت الخدمه العسكريه وخدت شهاده الاعفاء. خلاص يا فندم، خدتها زي ما سعادتك عارف. وبعدين يا فندم انا اتبعت لي 3 مرات استدعاء، 3 مرات رحت، ال3 مرات ما اتخلفتش ولا مره. حتى في مره انا رحت لوحدي بقى المره الرابعه، قلت يمكن يكونوا محتاجيني يعني ولا حاجه. وبعدين ادي شهاده الضرايب حضرتك، والشهاده معايا اهيت، وبطاقه الرقم القومي، كل حاجه. بياناته كلها مظبوطه يا باشا. ده زاهر. انت بتاخد كام يا زاهر؟ 2000 جنيه يا باشا، وادي حضرتك معايا مفردات المرتب بيهم اهو. وال 2000 جنيه دول بتاخدهم صافي؟ لا طبعا يا باشا، يعني حق الدوله انا هاكله عليها. انا بدفع 40% ضريبه. لا هم مش عاملين الضرايب 20% على ما اعرف يعني. اهو ده تضارب في الاقوال يا باشا. هتبدا ملاوعه؟ هتبدا ملاوعه؟ لا هيتعبنا يا باشا. انا بدفع 40% عشان ابقى في السيف سايد، وبعدين يعني هو اللي عند الحكومه هيروح، دي حصانه. يعني انت بتحوش عند الحكومه كويس قوي. ايوه يا باشا، انا كمان بدفع تامينات وبدفع معونه شتاء، وهدفع كمان الضريبه العقاريه اللي هيعملوها على الشقه دي. ابويا كان جايب لنا شقه في الستينات ب 6 جنيه ونص، هم قدروها ب 3 مليون. كويس قوي. يعني انت مرتبك بيصفصف على كام دلوقتي؟ 460 جنيه يا باشا. 460 جنيه لمهندس عبقري بتاع كمبيوتر زيك؟
ده انت ما شاء الله بتخش على النت بتجيب رقم الكريدت كارد بتاع اي راجل غني تشتري اللي انت عايزه وتنك خارج ولا من شاف ولا من دري. مش كده يا زاهر؟ ابوس ايدك، ابوس ايدك والنبي يا باشا، انا بطلت الحكايه دي خالص من زمان لما سمعت انها حرام. طب اسمع يا زاهر، انا عاوزك. انا تحت امرك يا باشا. انا عاوزك في الشغل. انا جاي لك عشان تشتغل معانا. يا باشا انا ده شرف ليا، بس الحقيقه انا هنا لسه بعقد وما اتثبتش، فحضرتك بس لو تصبر عليا شويه. ده بقى اللوك اللي انا ما احبوش. هو حضرتك هتفتح شركه كمبيوتر يا فندم؟ انا هفتح بس مش شركه كمبيوتر. امال شركه ايه؟ مالكش دعوه، انت ما تسالش. يا ولاد، مش انتوا بتشتغلوا معايا؟ ايوه يا باشا. عمركم سالتوا على الشغل؟ ولا نقدر نسال سيادتك، دي اسرار عسكريه. يا باشا لو حضرتك قلت لي ارمي نفسك في البحر يا ابراهيم هرمي نفسي على طول. يا اخويا ما انت ما هتصدق، ما انت غاوي سمك بياض وقراميط. باشا ارد عليه؟ اخرس خالص. حاضر. يلا تعالى معانا يا زاهر. احنا الظاهر مش هنعرف نتكلم هنا، هنروح ناكل لقمه في حته نعرف نتكلم فيها براحتنا. ها؟ ربنا يعز بقدرك يا باشا، يجعله عامر. انت واقف متنح كده ليه؟ يلا هاتوا.